لو عندك كوباية من الحليب الرايب أو كان عندك حليب راب منك، تعالى أقولك على وصفة جميلة جدا للعيش التحفة اللي انت شايفاه ده. نعمل منه أحلى وصفة خبز أو عيش اسفنجي زي ما انت شايفة معايا كده، بيتفتح معاكي بكل سهولة. لو انت عندك كوباية الحليب ورابط منك، اوعي ترميها، لا تعالي كده بنص كيلو من الدقيق هتعملي أحلى خبز زي ما انت شايف. ندخل على مكونات الوصفة كده، بس أولا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الوصفة بتاعتي أنا هحتاج لكوبايتين من الحليب الرايب. طيب لو ما عنديش حليب رايب ينفع حليب عادي؟ مش لازم يعني يروب، اه طبعا ينفع. وعايزه اقول لك كمان انه ينفع من غير لا حليب رايب ولا حليب عادي، ينفع بميه وبس. طيب هنا المواصفه اللي انا استخدمت فيها ايه؟ استخدمت فيها كوبايتين من الحليب الرايب، وممكن تستبدليهم بكوبايتين من الحليب العادي او كوبايتين من الميه، وحطيت عليهم معلقه من السكر ونص معلقه من الملح، ومعايا هنا باكو من الخميره، يعني ما يعادل كده معلقه كبيره من الخميره. هبدأ اخد كل ده، وطبعا هضيف لهم هنا معلقتين من الزيت، وده لازم طبعا برضه عشان يطلع معاكي اسفنج وقلبه ابيض كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شفتوه كده، زي قلوبكم البيض ان شاء الله. وهبدأ كده ادوب كل المكونات بتاعت الجميلة دي. ممكن في الوقت ده اخليها حوالي 10 دقايق. وطبعا في ملحوظه جدا لازم اقول لكم عليها، لازم اللبن الرايب تدفيه شويه على البوتاجاز. طب لو مش هستخدم حليب خالص ولا هستخدم لبن رايب، هندفي كوبايتين من ميه. هنا نزلت عليهم بحوالي 700 جرام من الدقيق او من الطحين، وهبدأ كده اقلبهم كويس، وهبدأ اعجنهم عجنة كويسة عشان تاخدي عيش او خبز ناجح بالطريقة اللي انت شايفاه ده ويتنفخ معاكي وكل رغيف يتفتح. لازم تعجني عجن كويس. اعجنيهم، لو انت عندك عجان استخدمي العجان، لو ما عندكيش اعجني زي ما انا ما بعجن كده. هي اساسا كمية صغيرة مش مستاهلة للعجان. هبدأ كده اعجنهم كويس لحد ما ادوه الدقيق. طيب لو انت مش قادره تتحكمي في كميه السوائل، انزلي بكوبايه بس، وبعد كده ابدأي اعجني، وكل شويه تحطي لحد ما العجينه ما تبقى كويسه معاكي ومش محتاجه اي نوع من السوائل، وكمان ما بتلزقش في ايدك. هبدأ اعجن زي ما انتم شايفين كده لحد ما كل دقيق يتوه معانا في العجين. وبعد كده هنزل عليهم يا اما معلقتين من الزيت، يا اما نص معلقه من الزبده، اي نوع زبده عندك، او نص معلقه من السمنه البلدي او اي نوع سمنه. طبعا لو يفضل كمان ان هي تكون زيت يعني او زبده، دي بصراحه بتديها طعم وهشاشه للرغيف. طعمه بيبقى جميل جدا زي ما انتم شايفين اهو. دي نص معلقه من الزبده حطيتها، بتديها الشكل الابيض الاسفنجي زي ما انتم شايفين، شفتوه في اول الفيديو وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو. هنا عجنتها عجن كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. خدت وقت معايا قد ايه؟ تاخد معاكي حوالي 10 دقايق في العجن، مش اكتر من كده. بتطلع معاكي طرية وما بتلزقش زي ما انتم شايفينها كده، ومطاطة وحلوة جدا. ببدأ احطها في البولة تاني وهغطيها، ما بدهنهاش اي حاجة خالص. هغطيها وهحطها في مكان دافي، وممكن تغطيها ببطانية او تغطيها بأي حاجة لحد ما تخمر معاكي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين الفقاعات؟ ده دليل على ان الخمر بتاعها كويس جدا. هنا هبدأ اقطعها كرات. طبعا ده الحجم يرجع لك انتي، لو عايزاهم رغيفة كبيرة هتكبري الكرة شوية. طيب لو عايزاهم اللي هم نفس الحجم اللي انا عاملاه وسط، هتخلي الكرة بالمقاس اللي انتوا شايفينه ده قد الليمونة الكبيرة كده. قطعوا معايا قد ايه؟ قطعوا معايا 15 رغيف. هبدأ كده ارصهم على صاج يكون رشاه رشة بسيطة كده خفيفة من الدقيق. وبعد ما اخلصهم تقطيع هبدأ اغطيه بمشمع او بكيس او استرتش راب، وبعد كده هغطيه بفوطة نظيفة، وهخليهم حوالي كمان من 10 لربع ساعة، يعني ما يزيدش عن كده. يكون ارتاحت الكورة أو الكرات دي، تكون الرغيف ارتاح عشان يبقى سهل معاكي في الفرد. هبدأ كده أرش رشة بسيطة جدا من الدقيق، لأن العجينة بتاعتنا كويسة جدا مش محتاجة إلا رشة بسيطة جدا من الدقيق. وهبدأ أفردها، وانت بتفردي ما تدوسيش عليها قوي عشان ما تكتميش الخمر بتاعها، وده السمك اللي احنا عايزينه. لو انت عايزاها ارفع من كده رقيها شويه، بس بلاش ترقيها قوي عشان خاطر الرغيف يقب معاكي ويتنفخ زي ما انتم شايفين شفتوه، ويتفتح ويبقى سهل كده ان هو يتفتح معاك. زي ما انتم شايفين كده، لو احتاجت مني رشة دقيق ببدأ هنا ايه
ارشها، مفيش مشكله، هي مش هتلزق معايا ولا حاجه. هبدا ارش رشه بسيطه خالص من الدقيق وهفرد. طيب هنا ممكن افردهم كلهم. انا عن نفسي بفرد اتنين باتنين وبسوي على طول على البوتاجاز. على البوتاجاز كده طاسة، اي طاسة تكون اهم حاجة ما بتلزقش معاك. انا استخدمت هنا طاسة تيفال. لو انت عندك طاسة وعارفاها ومختبرها انك هي ما بتلزقش، بعد كده هبدأ احطها تسخن وهنزل عليها بالرغيف زي ما انتم شايفين. واول ما تتشمع وتاخد اللون الاصفر الباهت ده، هبدأ اقلب الرغيف. وعلى طول هستمر اقلب مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده، مش مرة واحدة، لا دول كذا مرة، لحد ما يبدأ الرغيف يقب معايا زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. هنا بدأ ياخد لون، وفي نفس الوقت بيبدأ يتنفخ معايا اهو، زي ما انتم شايفين اهو. وهبدأ هنا كمان اقرب لكم الكاميرا عشان خاطر تشوفوه عن قرب وهو بيتنفخ. هنا نزلت بالرغيف التاني وهبدأ بقى برضو يا دوبك يتشمع، ما ياخدش لون يا جماعة، يا دوبك بس يتشمع واقلب. وبعد والجنب التاني لما يتشمع برضو هبدأ اقلب واستمر كده. هو ما بياخدش وقت على فكرة، يعني مش بياخد وقت كتير ولا حاجة. وبصراحة بتاكلي خبز نظيف وبتستخدميه هنا في السندوتشات المدارس، بتاكلي بيه احلى الاكلات الشعبيه، الطعميه والفول ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. دي بجد بجد بيبقى طعمها تحفه جدا وطعمها جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده كل الرغيفه اللي معايا كلها اتنفخت. طبعا ده نتيجة انك انت عجنت كويس وكمان ريحتيها. خدت وقتها في الخمر، خدت خمر قد ايه؟ خدت تقريبا ساعة في الخمر. ودي كانت النتيجة. شايفين ما شاء الله العيش معانا قطني واسفنجي جميل جدا وبيتفتح معاك بكل سهولة. وزي ما قلت لكم انكم تقدروا تستخدموه في السندوتشات وتستخدموه في الاكلات الجميلة اللي بتحب الخبز بالطريقة دي، وبيكون طري وشاي جدا وبيقعد معاك في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجة مجرد ما بتخرجيه. وبيتفتح معاك بكل سهولة زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا قلبه قطن جدا واسفنجي، ما شاء الله حاجة مشهية. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. وقولوا رأيكم في التعليقات. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.